ده خطر على المرضى. يلا يا محمد، يلا يا محمد، يلا يا محمد. اخويا اهو جاي بجلطه، وده مش عايز يعمل حاجه، مش عايز يعمل حاجه وبيشتمنا. اخويا جاي عنده جلطة وهو بيشتمنا، لازم اعرف مين ده ولازم اعرف هو تبع مين. محمد فؤاد يعلق على واقعة تعديه على طبيب عين شمس. مش فارق معايا غير الاطمئنان على اخويا. واكد محمد فؤاد ان شقيقه عبده في الرعاية المركزة وبينتظروا مرور 24 ساعة لتخطي مرحلة الخطر. قليل الادب محمد فؤاد قدامه بيشتمه، لازم اعرف اسمه ايه، لازم اعرف مين ده والله. وفي اول تعليق من محمد فؤاد على اللي حصل، قال انه تفاجأ من رد فعل طبيب الطوارئ واللي كان بيحاول الاطمئنان منه على صحة اخوه، ليفاجأ بيه بيطلب من الامن اخراجه بعيدا رغم انه لم يصدر منه اي شيء مسيء للطبيب، وكان كل همه هو الاطمئنان على شقيقه فقط، واللي اضطر الى نقله لمستشفى اخرى لاجراء العملية العاجلة. وأوضح الفنان محمد فؤاد إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللي بتضمن حقه وحق أخوه اللي كان بيعاني من جلطة في القلب، وأجرى جراحة بالقلب في مستشفى تانية. ومن ناحيته قال مصطفى أيمن الطبيب بقسم القلب بمستشفى عين شمس التخصصي والمعتدى عليه من الفنان محمد فؤاد إنه تقدم ببلاغ رسمي في واقعة اعتداء الفنان محمد فؤاد، وقال إنه سيترك كافة التفاصيل إلى النيابة والتي ستباشر التحقيق، وأكد أنه لم يخطئ في الواقعة، مشيرا إلى أنه أجرى عمله بشكل طبيعي في الوقت اللي تفاجأ به بتصرف الفنان محمد فؤاد. وبيجري الآن رجال الأمن والجهات المعنية عملية الفحص لمقطع فيديو يوثق مشاجرة وقعت بين المطرب محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي.